ده فيك، لان انت عملت شيء عظيم جدا. لما الاتحاد السوفيتي منع يعطيني الطيران، وقال لو اعطاناك الطيران هيطلع بقرار من الاتحاد السوفيتي. الله يمسيه بالخير ويديله الصحه النائب حسني مبارك، قال لي اطمن يا ريس، احنا لدينا الاستعداد الكامل ان يكون فيه تغطيه لاولادي وهم بيعبروا القناه. قلت له يعني ازاي؟ قال لي ان شاء الله يا ريس هيكون مفتاح النصر 73 بسبب طلعت الجويه. قلت له طيب نشوف. حسني مبارك عمل شيء عظيم جدا لما يطلع طيران التدريب ويصل لاعماق اسرائيل، ويكون الفزع الاكبر في اسرائيل ويهز الكيان الاسرائيلي ويهز العالم بطيران التدريب، يبقى عمل شيء عظيم. وبعدين شارك. كل من شارك في 73 عمره ما يخون الشعب المصري. كل من حمل روحه على كفه وكفنه على كتفه لن يخون الشعب المصري. وانا انت عشان كده حضرت المحاكمه بتاعته؟ طبعا لازم اكون حاضر مع النائب بتاعي، امال ايه؟ اطمن عليه. وطمنت عليه؟ السلامة يا سيادة الحمد لله ما شفتكش في القاعه، كنت موتك تاني. برضه تاني انت ليه هو اللي موته اولاني؟ لا يعني في اشاعات طبعا طلعت حضرتك اللي هو ما عندناش احنا الكلام ده. لا يعني الحمد لله. لا طبعا لا استحاله. كمان الكلام اللي بيقوله سياده النائب بقى، اللي بيقولوا بتسمع يا زعيم اللي الناس بتقوله عن حرب اكتوبر، ناس المغردين اللي بيقعدوا يشككوا فيك ويشككوا في حرب اكتوبر وفي دور الجيش وفي ناس بتقول لك ده ما كانش نصر، ده كان هزيمه وضحكوا علينا. بالعكس بتسمع الكلام ده؟ ده الحمد لله 6 اكتوبر 73 اللي محى نكسة 67 واحزان والام 67 و56 والاستنزاف بحلاوه نصر 73. انا ما فيش حد، كله بيأجمع عليا، كله عايز يتصور معايا، فرحان. بشوف الفرحه في عينين الشباب، ولاد صغيرين من 12 ل20 سنه. ايه ده؟ ايه الحب ده؟ بيعشقوا حاجه اسمها السادات. انا كنت في بورسعيد والله، يعني اقول لحضرتك ما فيش واحد في بورسعيد ما اتصورش معايا. الاثنين كانوا في الجمرك واتصوروا معايا وانا طالع من الجمرك، وما رضوش يجمركوني علشان انا شبيه الرئيس السادات. والله العظيم والله بقول لك بيعشقوا تراب السادات كلهم طبعا. وايضا انا كنت في مهرجان الدولي السينمائي، الكلمه بتاعتي وقلت الحمد لله مصر الان امن وامان. احنا في مدينه الباسله بورسعيد ونحتفل بمهرجان الفن، يبقى فيه امن وامان في بلدنا. ودي كانت رساله للعالم كله، من المدينه الباسله نحتفل بالفن. طب قول لي انت